السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. اولا بمناسبة عيد الفطر السعيد. هاي واحد. اثنين، بالنسبة لريال مدريد الاسباني، بتحس انه الاتحاد الاوروبي عم بيجيب لك ريال مدريد الاسباني بكل مباراة اقوى من الثانية. مثال سنة 2022 2023 كان لاعب مع تشيلسي الانجليزي، يعني المتابعين ريال مدريد بيعرفوا هذا الحكي. تشيلسي، بعدين مانشستر سيتي، بعدين بالنهائي مع ليفربول، او يمكن يعني انه ثلاث فرق انجليزيه بنفس الوقت. هالسنه كمان مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، وهلا عم نستنى لنشوف المباراه الثالثه راح تكون كمان صعبه. يعني بتيجي قرعه ريال مدريد بالدور ال 16 للنهائي، كل مباراه اقوى من الثاني. فرق كبيره. يعني مين بيختلف معي على فريق بايرن ميونخ؟ مين بيختلف معي على فريق مانشستر سيتي؟ ما حدا بيختلف معنا على هالفريقين. ومن قبله كمان نفس الشيء. يعني تقول الاتحاد الاوروبي حيطه تحتاطه مع ريال مدريد، يجيب له الفرق الكبيره. الفرق الكبيره كل ما يلعب معه دور ال 16، دور الثمانيه، ربع النهائي، دور النصف النهائي الى النهائي. سبحان الله. على كل حال ما في مشكله. ريال مدريد ان شاء الله قادر انه يتخطى هاي الفرق، وقادر انه يعطي نتائج بدوري ابطال اوروبا. شخصيه البطل غير، والدوري الاسباني هذا حكي ثاني. هذا كان كل شيء اليوم، وكل عام وانتم بخير مرة ثانية بمناسبة عيد الفطر السعيد. السلام عليكم.